اديله بالجامد يا هيما، اديله ابراهيم فايق يمرمط مرتضى منصور ويعرفوا حجمه الحقيقي، ويديله كلمتين كده يا عنب بسبب تهجمه على النادي الاهلي وعلى كابتن بيبو. وبصراحه بقى يا جماعه احنا زهقنا وقرفنا والله بجد من المستوى اللي مرتضى منصور دايما عايز يسحب ليه الرياضه المصريه. الاجواء حلوه، الدنيا جميله. سيد عبد الحفيظ كان لسه طالع على ام بي سي وبيتكلم كويس عن الزمالك، وبيقول لك زيزو لو ما كانش موجود في نادي بحجم الزمالك ما كانش هيبقى لاعب كبير. فالراجل طلع يتكلم كويس عن الزمالك، الاجواء هاديه، الدنيا كلها فرحانه، فيطلع لنا مرتضى منصور لازم عايز يفسد فرحتنا باي طريقه وباي شكل. يا جماعه في ايه؟ الدنيا حلوه والدنيا لذيذه، انت بقى طلوعك دي. والمشكله ان في بهايم، اقصد المعنى الحرفي للكلمه، بهايم بتمشي وراك، بهايم بتردد كلامك. المشكله في كده. ما هو انت كلامك يا ست المستشار ملوش لازمه، اركنه على جنب، ارميه في الزباله، انت فاهم؟ المصيبه في اللي بيصدقوه بيمشوا وراه، فاهم قصدي؟ بس بصراحه كابتن هيما ابراهيم فايق كيفه.